السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد. فيديو النهارده عن امتحانات الدور التاني. جايلكم اقول لكم كل حاجه تخص امتحانات التاني. الامتحانات بتيجي سهله ولا صعبه؟ بتيجي اللجان بتبقى عامله ازاي؟ بتيجي منين؟ هقول لكم على كل حاجه عن تجربه شخصيه، لاني انا كنت حصل لي ظرف ودخلت دور تاني، في منكم عارف. ف وهقول لكم ازاي تاخدوا الدرجه كامله لو انتوا يعني لو انتوا داخلين الدور التاني. هقول لكم في طريقه تاخدوا بيها الدرجه كامله، تاخدوا 60 من 60 او على حسب الماده اللي انتوا داخلين فيها. وهقول لكم ازاي تعملوا كل حاجه ان انتوا تقفلوا او تعدوا من الدور التاني. فلو انت عندك دور تاني متنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان توصلكم مني كل جديد، تعملوا شير الفيديو ده. ويلا بينا نبدا. اول حاجه، امتحانات الدور التاني بتيجي منين؟ لو انت مثلا عندك ماده علميه زي الفيزياء زي الكيمياء، ففي الكيمياء بيركزوا على الكيمياء العضويه جدا، وساعات بياخدوا من الكيمياء الحديثه. طيب لو عندك ماده زي الانجليزي فهم بيركزوا على الجراماتيك اكتر، يعني بيحاولوا يحوروه في كلمات كده ويحطوا كلمات انت ما تعرفش معناها علشان ما تعرفش تحل. طيب امتحانات الدور التاني بتيجي اسهل ولا اصعب؟ بتيجي اصعب شويه. انا كلامي النهارده هيقلق بعض الطلبه، بس عايزه اقول لكم والله حاجات هتطمنكم. بتيجي اصعب شويه او متوسطه. بس اللي بيبقى كويس في الموضوع ان اللجان بتبقى مش قفشه قوي، يعني اللجان بتبقى متهاوده شويه. يعني ممكن لو انت حظك كويس تبقى واقف على لجنه تبقى الدنيا فيها كويس. طبعا انا ما بقولكش ان انت تغش وان انت تعمل، لا، انت اعتمد على نفسك وروح مذاكر واعمل كل حاجه لنفسك. بس هي الفكره ان الاسترس اللي بيبقى في اللجنه مش هتلاقيه، مش هيبقى موجود. مفيش حد هيفضل يزعق ويقول لك ده لجنه امتحان ولا. يعني الدنيا بتبقى سلسه شويه. انا دخلت امتحنت ازاي اخد الدرجه كامله. ازاي تاخد الدرجه كامله؟ لو انت كنت ما دخلتش الدور الاول لعذر مقبول، بتخش امتحان الدور التاني وبتاخد الدرجه كامله. يعني مثلا دخلت الدور الاول وعندك مثلا ما دخلتش الدور الاول مثلا، ولان انت كنت تعبان وجبت شهاده بتثبت ان انت كنت تعبان في الدور الاول، فبتخش الدور التاني وبيبقى ليك الحق ان انت تاخد الدرجه كامله. طيب في حاجه تاني، ان انتوا مثلا لو انتوا رايحين في مدرسه غير مدرستكم، دايما هتبقوا قلقانين من المدرسين وخايفين ومرعوبين. بس كل ده زي ما قلت لكم بيبقى كويس وبيبقى ماشي. عايزه اقول لكم بقى ان التصحيح بتاع الدور التاني ما بيقعدش ما بتخلص التصحيح بيخلص، لان بتبقى في مرحله مستنياك اللي هي المرحله الثالثه. ومش معنى ان انت داخل مرحله ثالثه ان انت مش داخل كليات. عايزه اقول لكم ان لو واحد مثلا جايب 80% ومعاه دور تاني بيخش الدور التاني، ولما بينجح فيه بيخرج بيخش في مرحلته. يعني مثلا جايب 83% مثلا، يعني ممكن يخش تجاره، مكانه بيبقى محجوز. صيدله يعني انا مش يعني انا بقول مثلا، مش قصدي ان هو كده. فانت مكانك في الدور التاني لو انت معاك ماده ومجموعك عالي مكانك محجوز. طب لو انا اصلا مرحله ثالثه وما معيش مواد، خلاص طب انت بتستنى اما المرحله الثالثه تنزل وتقدم فيها عادي جدا. في ناس كتير قوي قالوا لي في الفيديو بتاع اول امبارح ان المرحله الثالثه ما بينزلش فيها كليات وبتبقى كلها معاهد. لا، بينزل فيها كليات، بينزل فيها زراعه. عشان الفيديو اللي فات كلكم قلتوا لي زراعه ما بتنزلش مرحله ثالثه. جماعه انا شفتها السنه اللي فاتت، زمايلي كانوا مرحله ثالثه ودخلوا زراعه. بقول لكم حاجه من فراغ، ولا بفتي ولا بهري ولا بقول اي حاجه علشان ريتش وعشان مشاهدات. لا، هو والله يا جماعه زراعه نزلت السنه اللي فاتت مرحله ثالثه. عندك زراعة، عندك تربية رياضية، تربية فنية، تربية نوعية، عندك حقوق، خدمة اجتماعية. دول كده 6 كليات غير بقية الكليات اللي بتنزل غير المعاهد العليا. طيب يا ياسمين، يعني احنا كده هنلحق كليات؟ هتلحقوا كليات وهتخشوا وهتبقوا احلى طلاب جامعيين. بس كل الفكرة ان ربنا بيأخرك شوية، ربنا بيمتحنك فبيأخرك شوية. انا مش عايزاكم تقلقوا، مش عايزاكم تخافوا، كل اللي عنده دور تاني هيعدي ان شاء الله. هل في ناس ما بتعديش في الدور التاني؟ في، بس بنسب قليلة. يعني اللي ما بيعديش في الدور التاني ده مثلا اللي ما بيبقاش حالل كله صح، او ما بيبقاش جايب النص حتى. فانت حاول تعمل اللي عليك وتروح مذاكر علشان تعدي على طول. زي ما قلت لكم اللجان بتبقى كويسه وما بيبقاش فيه استرس كتير او توتر كتير، فاللجان بتبقى حلوه. فانت استغل ده لمصلحتك ان انت تعدي. حتى لو مش هتجيب الدرجه كامله، كده كده انت هتاخد نص الدرجه. بس الفكره ان انت هتعدي وهتخلص من كابوس الثانويه العامه. الثانويه العامه يا جماعه كابوس، لعنه. بجد انا كرهت الثانويه العامه كياسمين، يعني عن تجربه شخصيه كرهتها. لو رجع بيا الزمن ما كنتش هخشها تاني ابدا، لان انا تعبت وشفت حاجات كتير والحمد لله على كل حال. المهم ان هيجي عليك وقت بعد ما تخلص كده ثانويه عامه بسنه او سنتين تقول الحمد لله يا رب ان انت ما حققتليش حلمي، وان انا دخلت مثلا كليه معينه انا دلوقتي في مكان احسن.
يعني مثلا اعرف ناس دخلوا طب بعد ما دخلوا بسنه او 2، لا يا جماعه انا عايزه احول، انا مش مرتاح في طب، انا مش قد مسؤوليه طب، انا خايف، انا مش عارف، وفي الاخر بيحولوا كليات تانية. طيب انت دلوقتي اي كليه انت داخلها، حتى لو كان حلمك كليه معينه ولا قدر الله ما جاتلكش، انت دلوقتي ناجح، نجح في اي مكان، فانت هتخش الكليه اللي انت هتدخلها ايا كانت ايه هي، وهتنجح فيها، وهتبقى ممكن اسعى ان انت تبقى معيد، اسعى ان انت تبقى الاول على الدفعه، اسعى ان انت تعمل حاجات تبقى مميزات. وزي ما قلت لكم، الشاطر شاطر في كل مكان، والكويس كويس في كل مكان. وبس كده، ده الفيديو النهارده، يا رب اكون طمنتكم شويه، وهنزل لكم فيديوهات تاني. وبس كده، توحشوني جدا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.